ابويا طلق سمح وخطفني. طلق سمح وخطفني. يا جدعان الاغنيه معلقه في دماغي من امبارح، مش عارف انام بسببها. كل ما اجي انام اغنيها. يعني تخيل انت نايم وبتقول ابويا طلق ايه ابويا طلق سمح وخطفني ده؟ مش فاهم، انا مش فاهم. كده عندكم في الصعيد اسمه صلاح والنيم جميل. هلا والله يا شباب. طبعا انا تجرأت وقلت ان انا هعمل فيديو كل يوم. وطبعا انا ما كنتش قد كلامي، سبحان الله، كل ما اقول هعمل حاجه تحصل لي ظروف. يعني لو سبتها كده على الله هتبقى الدنيا تمشي زي الفل. طب ما تسيبها على الله وريح نفسك. يعني ليه لازم تفكر وتحسب لها كتير؟ سيبها على الله. سيبوها انتوا كمان على الله، وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. أحب أوجه رسالة شكر وتركيز أحب أوجه ايه يا عم؟ احب اوجه شكاره رز وتركيز ايه ده؟ احب اوجه شكاره رز وجرجير. الله، ده اتدمر. احب اوجه شكارة رز شكر وتركيز. بتتقال ازاي؟ انا نسيتها، يا لهوي. بقى ما تفضحنا. أحب جزيل الشكر والترفيز. هكون منمون. يا حول الله يا رب، استغفر الله العظيم يا رب يا رب. انا نسيتها برضو. أحب أشكر. في الآخر هقول. احب اوجه رسالة شكر وتركيز احب اوجه رسالة رز. انا ليه بيجي في بالي رز؟ انا ليه جعان ولا عشان صايم؟ لما اسمع صوت المسحرة دي. الله، لا لا، بنقلد الفراخ؟ لا ما بنعملش كده. ما حدش بيعمل كده، انت بس اللي بتعمل كده على فكرة. بص، هو انا قريت الكومنتات كلها، كومنتات بسم الله ما شاء الله، كلها كومنتات سلبية تماما ويعني ما تطلعش تهزق نفسك. بس هم يا جدعان والله العظيم ربنا يسعدهم، هم ناس غلابة قوي يا جدعان. الواحد يعني كومنتات صعبة بجد. يا حبيبي يا حبيبتي رمضان عاودي هنفطر ايه؟ هو ده ايه يا جماعه؟ ده بجد ده ايه ده؟ ده في واحد كاتب جواز القرايب، ده غريب. هو فعلا يا اسطى جواز. لا اله الا الله. وانا بقول قاعد طول الليل عمال اقول ابويا طلق سمح وخطفني ليه؟ ما اللي بشوفه يا جدعان والله العظيم يعني بيجي لي هلاوس اخر الليل. السلام عليكم. انا عليكم علاقه السلام. عيد ميلادي ماليش دعوه بيها. انا واحد صاحبي اسمه بطاطا كلم المنتج بتاعي انه يعمل له عيد ميلاده. انا كروان لي منتج؟ ده بجد؟ ازاي؟ ماليش دعوه اصلا بعيد ميلاد، لان انا مش فاضي وانا مش عاوز اتحط في مشاكل تاني. بقى المنتج عمل له بالفعل عيد ميلاد، الكافيه مش مرخص. انا ماليش دعوه. انا وانا شهرت عيد ميلاد، انا كل اللي انا قلته كتبت على الاغنيه اللي بالانجليزي. كله بيغير مني في عشان عملت عيد ميلادي ونزلت الكلمتين دول انتصرونا. انا ولا كنت رايح عيد ميلاد ولا ليا في اعياد ميلاد ولا عاوز احضر حاجه تاني. انا مش خارج من بيتي، انا ما عملتش حاجه، انا مش قادر اتكلم وبس. اقسم بالله هو لا بس بقول لك ايه، شكله كده كروان اتروق المره دي يعني. باين عليه جامد يعني. بس هو اللي بيجيب لنفسه كده يا حبيبي. يا بابا اهدى اهدى، انت فاهم السوشيال ميديا غلط يعني. ما فيش حد بيتشعب. انت بتعمل فيديو كل 5 دقايق يا كروان. برضها قمر توعدني عالسهر كده، برضها قمر توعدني عالسهر كده او كده. والله العظيم يا جدعان مش عارف ليه وقفوها، ما رضوش يخلوها تمثل ليه يا جدعان؟ اقسم بالله هتبقى في حته تاني وجميله ومحبوبه يا اخوانا. رمضان كريم فتح يا عليم تأتي يوم في سعادة وسعادة. الله 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 الله. بس انا عايز اعرف حاجه، هي البخاخه دي بتفطر؟ يعني لو انا عملتها وانا صايم بتفطر؟ ده بجد عايزين نعرف الموضوع ده، مهم يا اخوانا. امبارح انا كنت هموت من البرد، الجو مش فاهم قلب كده ليه. انا شويه حران وش دلوقتي هموت من البرد. اثبت على حاجه. بص يا جماعه، اللي عرفته ان الفيديو ده علياء نزلته اول ما كروان اتحبس. انا اول ما كروان اتحبس هي نزلت الفيديو على طول وبتشمت فيها، لان هو برده كان بيحط الموسيقى دي في كل الفيديوهات بتاعته.
that I loved you. I suffered much to let it go through. انا عندي فكره، يعني ممكن نعمل حاجه عشان ايه نتفادى الشبهات. نعمل ايه يا جماعه؟ كل اللي يروح للفيديو او يشوفها على التيك توك يكتب في الكومنتات AI. والله بجد، يعني عشان لو حد غريب من بره شاف الفيديو بتاعها يعرف ان ده ذكاء اصطناعي مش حقيقي. تمام؟ احنا مش تبعنا يا جماعه. Mistake. Sorry for my yearning volcano. Very sorry. يا جدعان كله بيشمت، الناس فرحانه ان هو اتنيل على عينه واتحبس، مش فاهم حتى ده اخر واحد ممكن توقعه يشمت في حد اصلا. That I loved you. I suffered much to let it go through. Sorry. كل شويه سوري سوري. ده بجد ولا ده ذكاء اصطناعي؟ ده الشارع مهلبيه، ده انا ما عنديش لمبه في الشارع. في واحده بصرم كده عايز اقول لها هاتوا ثابت يا صرمو يا غلو يا صرمو يا غلو يا تحت العيال يا غلو يا صرمو يا صرمو يا غلو يا غلو. وهي ريتش وخلاص. بتعمل كده ليه؟ يا نهار ابيض. طلق شقلب وقلب كيوت في سكميك بيندب. القط مصدوم كده ليه؟ افضلك انت علم ترتر واني. انا نفسي يا جدعان اربي قطه والله العظيم، بس دي عدوه الناس الاهلي في البيت، عدوه يعني ما بيطوش القطط، وانا هموت واربي قطه، بعشق القطط. تنزل تشتغل غوريلا في الافراح 4 ساعات ب 1000 جنيه. حلو ده. لو خدت 8 ساعات ب 2000 جنيه يعني في الشهر 60000 جنيه، يعني يقدر يتجوز. يلا بينا. انا ما اعرفش والله بيرقص حلو، انا جاهز. انا الالزم بقى ايه؟ الالزم بتعمل ايه؟ في واحد كاتب انا عرفت احط الشهاده فين. استنى يا جماعه، انا عاوز اشوف الفيديو، انا عاوز اشوف نتيجه الفيديو ده في الاخر عامله ازاي. ثانيه واحده. دي الحته الضرب ومتغندر لابس الطقمه يا متسنطر هلعبكم جوله في متغشكر شنجو في اي حته مسيطر بالصلاه على النبي. احنا موجودين في السويس اللهم صل على النبي علينا. ما حدش هيروح. انا هخاف، انا هقلق. إني ببابك قد بسطت يدي. هي دي ستات بجد يا جماعه ولا رجاله ولابسين فيها عبايه وحاجات زي كده؟ بس بقى مش عارف الصوت طالع عندكم ولا لا، بس الراجل بتاع الخرده شغال يعني. حبكت يا ابن كذا حد بيسأل ازاي نشيل الأرنب، لو شلته الناحية التانية ما بيبقاش مستريح. عادي يا جدعان، بنربي ارانب في ناس بتربي ارانب كانه حيوان اليف فعلا. يعني انا الصراحه نفسي والله بجد، يعني حاجه لذيذه. عايز ينزل بس استنى اثبت هيمرمطني كده مش هشيله. الأرنب شيلوه ناحية قلبكم، هو بيستريح لما بيسمع نبضات القلب. ده بجد؟ بصوا شايفين الفرق؟ طب والله حلوه يا جدعان، جميله، ممكن اجيب حاجه زي كده. بص الصوره دي. هي دي الشيله اللي بجد يعني اهو. شلت الارانب. انا لو معايا ارنب هحاول اشتري واحد يا جماعه وهطلعه في ستوري معايا. انا طالع مكسوف وابويا في عالم موازي. الله يسامح اللي مركب الموسيقى دي بامانه، اللي مركب الاغنيه ده مصيبه بجد. بس
بس عارف احلى حاجه اهي من الكومنتات كلها بقى، ده الفيديو الجميل بقى، الناس كلها فرحانه ومبسوطه. يا جدعان اللي بيعمل حركه زي كده ما بيعملهاش غيره وهو فرحان، ابنه يا عم اتخرج ولا طلع حاجه مهمه، بيبقى الاب فرحان ومبسوط جامد، فاكيد مش هيعمل كده غير وهو فرحان على الاخر. والحمد لله كومنتات جميله الصراحه، يعني مش زي اللي فات كومنتات زي الزفت. شفت اول ظهور لسوزي الاردنيه بعد الافراج عنها؟ تعال. ما شفتش؟ تعال. ده اول ظهور لسوزي الاردنيه بعد الافراج عنها، وسوزي كانت حكم عليها بالحبس 6 شهور بتهمه نشر محتوى خدش الحياه، وخرجت من اسم التجمع الفجر وكان في استقبالها مونلي. سوزي وهي خارجه اكتشفت ان عليها قضيتين ما كانتش تعرف عنهم حاجه، فعملت عليهم معارضه وعشان كده خرجت. سوزي الاردنيه كانت حكم عليها بالحبس سنه وغرامه 100,000 جنيه في تهمه نشر محتوى خدش الحياه، وعملت استئناف على الحكم ده اللي اتقلل بقى 6 شهور بس. انت بقى من الناس اللي مستنيه سوزي انها ترجع وتعمل محتوى تاني؟ والله يا غلبانه، وكان محتواها لذيذ يا جماعه، كنا بنضحك والله، ما كانش بتعمل حاجه غلط. انا ما اعرفش محتوى خدش، يعني انا ما شفتلهاش حاجه وحشه، مع الله اعلم، والله ما شفت حاجه فعلا. ناس تخني وناس تبعني لو لعبت هزر واتبدلت. لا مش للدرجه دي، مش للدرجه، هو ممكن ايه ده؟ ايه اللي بفكر فيه ده اصلا؟ عايزك بقى تدور العروسه، افتح كده وريني النقشه، بسم الله ما شاء الله. شد حيلك يا عريس، ايوه افتح كده، شد ايه العلبه خليك مالها؟ قوي، انت مش عارف تفتح من اولها؟ العريس انا لو مكانه يا رب خدني، ده انا عاوز اختفي دلوقتي، مش عايز تفتح، يا نهار ابيض على الكسفه. قلت لصاحبي شوف لي شغل بعد الامتحانات. صاحبي بص يا حبيبي، ده شغل في حته اسمها بركه السبع في الدقهليه، تمام. ستارت ب 4000 وممكن على حسب الخبره ممكن يبقى 5000، تمام. شغل يومين في الاسبوع هتكون في الموقع، و5 ايام هتتابع من يعني بالتليفون. هو شغل انا بضحك لان انا عارف الحوار اصلا اشراف، تمام. ولو عايز تشتغل مع يعني مع عمال هيكون في برضو اجر تاني، تمام. طبعا. زي ما قلت لك الشغل بيبدا من 4 5 ويومين في الاسبوع. يا رب ما يغلطش. وبتعمل ايه؟ طبيعه الشغل ان انت بتحفر بركه وبعدين السبع بيجي يميتك. كنت عارف والنعمة كنت متوقعها يا جدعان. المشكلة هعمل صوت يلغي صوت الشتيمة دي. وهنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. أنا بقيت بقول المقدمة ده على طول، المقدمة مش مقدمة، لا هي نهاية فيديو مش مؤخرة، لا تقلش كده، بقيت بقولها على طول فعلا، ما اعرفش ليه، بس هي لذيذة. أعزائي ننتهي لهذا اليوم، خلاص كفايه على كده. متنساش تعمل لايك وشير في القناه، حتى انا في اول فيديو ما قلتلكش اعمل اي حاجه، فلو انت وصلت لحد هنا متنساش تدعمنا يا صاحبي وتقول لي رايك في بين كومنتات على المهرجان اللي بيحصل ده. وقدرت تاني تبعد عني